السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع قناتي وقناتكم وصفات جنان شانيل. واكيد كما متعوداكم دائما كنشارك معكم كل ما هو سهل وبسيط. اليوم بغيت نحضر معكم عصير بسيط وسهل جدا وكيجي بحال العصير ديال الحانوت. بالنسبة للمذاق حتى بالنسبة للون ديالو واكيد بسيط جدا وغادي يعجبكم الا جربتوه، حتى بالنسبة للوليدات ديالكم غادي يعجبهم بزاف. الطريقة ديالو بسيطة. انا سبق لي صورت معكم الفيديو في رمضان، بغيت نشاركو معكم. مي ما كتبش دابا غادي نشاركو معكم واكيد غادي تجربوه وتردوا عليا الخبر. وما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا طريقة التحضير ونمشيو نبداو على بركة الله. بداو على بركة الله. خديت جوج حبات كبار ديال الخيزو نقيتهم مزيان، جوج حبات صغار ديال البطاطا، واكيد فيكم ضعفوا الكميه ديال الخضر. بالنسبه للخيزو دائما يكون كثر من البطاطا، بغيتو انكم ديروا حبه كبيره ديال البطاطا او جوج حبات صغار، يعني ما تزيدوش كميه كثر ديال البطاطا. بعد ما قطعتهم نقيتهم وغادي نديرهم في الكاسرونه. غادي نخليهم حتى يطيبوا ليا ويبردوا، ومن بعد غادي نطحنهم. صافي من بعد ما طابت ليا الخيزو والبطاطا خليتهم حتى بردوا ليا، وغادي نضيفهم في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر وكاس ديال الياغورت دانون. بالنسبه للدانون اللي كنأكد عليها ضروري غادي ديروا ديال الخوخ. انا مولفه كندير ديال الخوخ، دابا الصراحه ما لقيتوش، قلبت عليه في يعني ما لقيتوش، وغادي نكتفي غادي ندير غير الياغورت ديال القمح. وغادي نضيف نص يطرو ديال اللبن. بالنسبه للبن غادي تضاعفوا الكميه على حسب الكميه ديال الخضر اللي غادي تضيفوا. صافي غادي نطحنوه مزيان كما لاحظتوا. من بعد ما طحنت العصير مزيان غادي نضيف له شاصيه ديال الفاني، بغيتو انكم تضيفوها في الاول ولا حتى تطحنوا العصير ومن بعد تضيفوها. كتعطي واحد المذاق خطير بالنسبه للعصير. صافي من بعد ما طحنته مزيان غادي نقدم لكم في الكؤوس. بالنسبه للعصير راه واجد واكيد غادي يعجبكم، نتمنى انكم تجربوه. صدقوني كيجي المذاق ديالو خطير وشي حاجه اللي سهله. بغيتو ديروه بهذه الطريقه هذه واكيد غادي يعجبكم. وكنقدم لكم بالصحه والراحه ونتمنى انكم تجربوه، وكنشكركم دائما على حسن المتابعه ديالكم ليا. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده مع قناتي وقناتكم وصفات جينا شانيل.